أيها السادة والسادة، أهلا بكم، وها نحن معكم في الموعد في تمام 5، وعندما نتواجد معكم وبرنامج 7 دقائق، عندما أتناول مع حضراتكم أبرز الأخبار الخفيفة والطريفة والظريفة. وإحنا النهاردة وإحنا موجودين مع حضراتكم يوم الأحد 26 أكتوبر 25، هتلاقوا معانا الأخبار كالآتي. أولا، حكاية وطن بيحب السلام، وطن بيذوب عشقا في هذا المفهوم، وطن اسمه وطن السلام. دي الاحتفالية اللي تمت بالأمس أيها السادة والسادة، وتشرف بحضورها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعديد من القادة والنجوم المجتمع. لكن الرسالة اللي موجودة في وطن السلام هتلاقوها بتقول إن احنا بنحب السلام، بنعشق السلام، بندعم السلام، لأن دي بلد السلام. وبلد السلام أيها السادة والسادة هي بلد محمد سلام. محمد سلام كممثل في نفس الموعد امبارح اللي هو 25 أكتوبر بس سنة 23 كانوا جاروا عليه كتير، وكان اعتذر عن مسرحية، عرض مسرحي اسمه زواج اصطناعي، واضطهد بطريقة أو بأخرى. لكن رد الشرف اللي أخده محمد سلام امبارح بتواجده عمل فيلم تسجيلي عن أرض الفيروز أو مشاركة فيه، والفرحة اللي كانت في عينيه ودموع الفرح اللي في عينيه لمحمد سلام الممثل هتلاقوها موجودة في طفلة اسمها ريتاج جحا. ريتاج طفلة تواجدت الأمس كالأميرة بجوار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ريتاج جحا طفلة عمرها 10 سنوات، مولودة في 2015. الحرب دمرت بيتها وقعدت يومين تحت الأنقاض، فقدت ساقها اليسرى و89 فرد من أفراد أسرتها، وجت مصر هنا عشان بلد السلام، بلد الأمن، جت عشان تتعالج في مصر. الرسالة اللي موجودة من وطن السلام بالأمس تكملتها إسلامي في كل حين. أيها السادة والسادة، أهلا بكم، و7 دقائق. أخبارنا الخفيفة النهاردة هتلاقوا منها الآتي. ترامب بيحضر اتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند، والاتفاق ده كان في كوالالمبور. لكن في نفس الوقت اللي هو متواجد فيه في كوالالمبور كان هناك التظاهرات لسياسة ترامب المتعجرفة، والتظاهرات دي فين؟ في كوالالمبور، زي التظاهرات اللي موجودة في أمريكا وغيرها. وترامب من تصريحاته هتلاقوا ان هو بيقول سنشهد قريبا عملا عسكريا بريا في فنزويلا. والغريبة كمان ان هذه الشخصية المحيرة بكسر البروتوكول اللي هو بيسير على السجادة الحمراء ده في ماليزيا، وعمل رقصته الشهيرة في ماليزيا. ده ترامب أيها السادات والسادة. وول ستريت جورنال بتقول ان إدارة ترامب وقعت قيدا رئيسيا على استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى، وهتلاقوا الصراع الأوكراني الروسي فيه من الشد والجذب ما فيه ما بين الجانب الأوروبي والجانب الروسي والجانب الأمريكي والجانب الأوكراني وغيرها. قلنا لحضراتكم امبارح ان الرئيس ترامب التقى الأمير تميم على ظهر الإير فورس 1، ويعني التصريح اللي صدر النهارده عن ترامب بيقول انه قطر سترسل قوات حفظ السلام في غزه اذا لزم الامر. ده تصريح من ترامب، مش من امير قطر. يا السادة والساده، وانا معاكم دلوقتي هناك العديد من الانفجارات تهز غزه، 4 انفجارات تحديدا، وده خلال الدقائق اللي انا موجود مع حضراتكم فيها على الهواء. والثابت رسميا من العديد من المنظمات ان احنا عندنا 7000 طن من الذخائر غير متفجره في غزه، ودي محتاجه من 20 ل 30 سنه عشان يتم التعامل معاها. تعالوا مع بعض نشوف اخبارنا المحليه. من اخبارنا المحليه تصريح على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي بان مصر حريصه على مواصله تعزيز التعاون الثنائي مع باكستان. وهتلاقوا ان الهلال الاحمر المصري بيعلن عن دخول مساعدات وصلت الى 10,000 طن كمساعدات لغزه، والقافله دي القافله رقم 58. من اخبارنا المحليه يا سادتي والساده ان السيد رئيس مجلس احنا الحته دي في السويس هتلاقوا على العديد من الاخبار، يعني تحديدا السيد رئيس مجلس الوزراء
يعني كان النهارده في زياره للسويس لافتتاح عدد من المشروعات، سواء كانت تلك المشروعات تنمويه صحيه تعليميه في العديد من المجالات. و امبارح في بعد وقعه الاعتداء على عم غريب المواطن السويسي، ذهب اليه او زاره اللواء طارق الشاذلي. وطارق الشاذلي هو محافظ السويس، وزار امبارح عم غريب وقال له اعتذار انه بيعتذر باسم الشعب السويس وبيعتذر ايضا باسم الشعب المصري لذلك الرجل الذي تم الاعتداء عليه وتم صفعه مرتين من مواطن سويسي. أيها السادة والسادة، لسه في السويس والحادثة في طريق السويس القاهرة، يعني يعني السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يعني بمتابعته للحادثة يعني وإرسال من هيئة الإسعاف المصرية 28 سيارة إسعاف، ترتب عن هذه الحادثة مصرع 7 وإصابة 38. ده من الأخبار الحزينة. وعلى ما يبدو أن نزيف الأسفلت المستمر في مصر رغم اتساع الطرق وتمهيدها وأشياء من هذا القبيل، لكن تحتاج إلى العنصر البشري ووعيه، وإضافة إلى اللوحات الإرشادية والمركبة وغيرها من العوامل التي يمكن أن تحد كثيرا من نزيف الأسفلت في العديد من المناطق، سواء كانت لما بنشوف حوادث مفزعة سواء كانت في المنوفية، طريق الصحراوي، طريق معرفش إيه، فده برضو محتاج إلى وعي مجتمعي كثيرا. أيها السادة والسادة، هنتنقل مع حضراتكم للمنوفية، وهتلاقي في المنوفية السيد محافظ المنوفية عمل زيارة مفاجأة لفين بقى؟ مستشفى سيرس الليان العام، وترتب على هذه الزيارة استبعاد مدير المستشفى وحالة 84 من العاملين للتحقيق، وده لتغيبهم بدون إذن رسمي. السيد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر بيعلن إن احنا على موعد مع الفرحة في الأول من نوفمبر يوم السبت القادم، وده عشان افتتاح المتحف المصري الكبير، وهيتم عمل شاشات عرض وكرنفالات في العديد من الميادين في القاهرة، وقد تكون متواجدة أيضا في العديد من المحافظات ابتهاجا بذلك العرس، و يعني افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة ورؤساء وملوك العديد من الدول. النهارده كان اعلان اللجان الخاصه بمجلس الشيوخ، والاعلان رؤساء اللجان والوكلاء وغيرها. هتلاقوا في تقسيمه كده اتعملت ما بين العديد من الاحزاب، يعني مستقبل وطن اخذ رئاسه 6 لجان، والوكاله ل 13 لجنه. هتلاقوا حماة الوطن اخذ رئاسه 3 لجان واخذ 10 لجان كوكيل، وهتلاقوا حزب الجبهه اخذ رئاسه 3 لجان و7 لجان كوكيل للجان. ده يعني فيما يخص لجان مجلس الشيوخ. ايها السادات والساده، الاخبارنا العالميه الخفيفه والطريفه هتلاقوا منها الاتي. السيد محمود عباس الرئيس الفلسطيني اصدر اعلان بيقول ايه؟ بيقول الاعلان يتولى نائبه نائب الرئيس يعني منصب الرئاسه في حاله انه شغور الموقع يعني، او انه اخلاء الموقع، فممكن نائب الرئيس يقوم بعمل الرئيس. يعني ربنا يديك الصحه سيد محمود عباس الرئيس الفلسطيني المحترم. مؤسسة هند رجب كما تذكرون أيها السادة والسادة، تلك الفتاة التي يعني استغاثت بالنجدة والأسعاف، ويعني العدو الإسرائيلي أرسل عليها وابل هي وأسرتها من الرصاص وهي في العربية، وتقريبا في حوالي 356 طلقة. وطبعا اتعمل المؤسسة باسم مؤسسة هند رجب، وهند رجب بمؤسستها قدموا شكوى في الجنائية الدولية، والشكوى دي بألمانيا ضد مين بقى؟ ضد جندي ألماني إسرائيلي اسمه شمعون زوكرمان، عشان يتم محاكمته نظرا لما قام به من اعتداء على هند رجب وأسرتها. أيها السادة والسادة، فرنسا أعلنت حالا القبض على رجلين يشتبه في انه هم سرقوا المجوهرات اللي قيمتها حوالي 102 مليون دولار من متحف اللوفر، وطبعا التحقيقات جاريه للتاكد من انهم دول لهم علاقه بحادثه السرقه او لا، لكن ده ممكن يعلن عنه بعد او خلال ساعات. لكن نستكمل مع حضراتكم اخبارنا الخفيفه والطريفه، وهتلاقوا يتبقى معنا اخبار محدوده منها. على سبيل المثال احنا بنتكلم على جائزه نوبل للسلام، ومجلس السلام النرويجي في اوسلو قرر ايه بقى؟ قرر الغاء موكب شعله نوبل للسلام. الشعله دي
كانت بتتعمل من سنه 1954 حتى اليوم، لكن السنه دي قالوا مش هنعمل الشعله ومش هنعمل المسيره اللي بيمشي فيها عشرات الالاف من النشطاء والشخصيات العامه واحتفالا بنوبل السلام. قالوا ليه بقى المبررات؟ قالوا انه منح الجائزه هذا العام لمن لا يجسد قيم السلام والعداله. وطبعا يعني ده عشان الجائزه لم يكن هناك من المعايير ان حد يعني ضليع في او له علاقه بالسلام العالمي حصل على هذه الجائزه، لكن هي معارضه فنزويليه. ايها السادة والساده، يتبقى معنا خبرين من اخبارنا الخفيفه، وهتلاقوا من هذه الاخبار الصين اخذت قرار مع اللي احنا بنقول عليهم الانفلونسر او المؤثرين، اللي هو الاسماء الجديده اللي زي اليوتيوبر وتيك توكر والحاجات اللي انتم شايفينها دي. في الصين عندهم مواقع تانية غير اللي عندنا خالص، عندهم مواقع زي مثلا دوين وويبو وكمان بيلي بيلي. المواقع دي زي عندنا الفيسبوك والتيك توك والكلام ده. فالصين قالوا ايه بقى؟ اخذوا قرار انه لا يسمح ان يطلع على المواقع دي ويتكلم في الطب الا الطبيب، القانون الا اللي دارس قانون، التعليم الا اللي دارس تعليم. وبالتالي حدد كثيرا من اللي اي حد بيقول اي حاجه. وقالت ايه بقى؟ انه اللي يخالف هذه القواعد يحظر نهائيا وما يطلعش على هذه المواقع، وكمان عملوا له غرامه قيمتها 14,000 دولار. ده في الصين، احنا مش محصلين اصلا الصين، واي حد بيطلع يقول اي حاجه في اي وقت. طبعا ده متروك لحضراتكم، لو هناك تعقيبات احنا نقدر نعمل حاجه زي كده، نقدر نحد من الاسهال او الاسهاب في الموضوعات المختلفه، واي حد ممكن يقول اي موضوع وفتوى، مش فتوى دينيه فقط، لكن ممكن فتوى رياضيه ودينيه وعلميه وطبيه، وكل واحد بيطلع يقول اللي نفسه فيه وهو سوء، او زي ما بيقولوا كده مولد وصاحبه غايب، ربما يكون له صاحب. يا السادة والسادة، ختاما هتلاقوا الجنون فنون. وكلمة الجنون فنون دي رسالة حصلت في مزاد اسمه دار كريستيز. الدار دي للمزادات موجودة في باريس في فرنسا، وباعت لوحة فنية. اللوحة دي أنا شفتها هي لون واحد، لون الأزرق. باعوها بكام؟ ب 21 مليون دولار. اللوحة دي يعني من أعمال الفنان الفرنسي إيف كلاين. والغريب بقى والطريف في اللوحة دي إن هي باللون الأزرق، ما فيهاش أي تفاصيل ولا رسومات ولا لوحة زرقاء. متباعة بكام؟ ب 21 مليون دولار. الطريف في اللوحة دي إن هي يعني غير ان هي يعني انا اعتقد يعني ان اف دوت هو حط اللون الازرق ده عشان يرسم عليه لكن هو اللوحه لونها ازرق ما فيهاش اي تفاصيل. لكن الغريب ان هي اللوحه دي اخذت لون بيسموه اللون الازرق الدولي لكلاين، اتسمى حتى اللون ده باسمه، واللوحه اتباعت ب 21 مليون دولار. حتى هويه اللي اشتراها مش معروفه، لكن ده بيقول دوما ان الجنون فنون. ايها السادة والساده، في تمام 5 من كل يوم ستجدوننا معكم نعرض على حضراتكم ابرز الاخبار الخفيفه والطريفه والظريفه يعني والشان المصري والاقليمي والدولي بامانه وحياديه تامه، لاننا لا نقصد الا ان نعرض على حضراتكم الحقيقه ومن مصادرها في تمام 5 من كل يوم 7 في 2 على 5. شكرا لكم.